ولا بيض ولا جبنه ولا جيلاتين يطلع الحلاوه دي؟ مش مصدقه نفسي. نص كيلو فراخ يعمل سندوتشات تكفي الولاد اكتر من 15 يوم. ايه يا جماعه ده؟ 3 سنين بجرب في طرق لللانشون، 3 سنين مش عارفه اوصل لطريقه، 3 سنين عماله احط اضافات ملهاش لازمه. عملنا لانشون الفراخ طعمه اكتر من رائع. تعالوا كده ندوق ونشوف الكلام على ايه. اديني بقى الطبق ده. برضو الطبق انت تاني؟ اتفضلي. لحظة تاريخية بسم الله. لازم نوثقها. الله. انا خدت واحد وسبت لك الباقي عشان تعرفي ان انا طيبة. يعني شكرا لكرم اخلاقك، مش عارفين نقول ايه لسعادتك. لا بس هو حرفيا ما يتشبعش منه بجد يا جماعه اكتر من رائع، لازم كلكم تجربوه ترجعوا تقولوا لي عملتوا ايه. لانشون الفراخ بقى يا جماعه عملناه بطريقه حلوه قوي قوي قوي، واعمليه وانتي مطمنه 24 قيراط. تعمليه بقى سندوتشات للبيت، للغدا، للعشاء، للمدرسه. بصوا بقى، لكل نص كيلو فراخ، ودي على فكره الكميه اللي انا عملتها في الفيديو ده، حطيت معلقه كبيره من الكزبره الناشفه، نص معلقه كبيره من الملح، معلقه كبيره من البابريكا المدخنه، معلقه كبيره من بهارات الفراخ او بهارات اللحمه، معلقه كبيره من الفلفل الاسود، معلقه كبيره برضو من البيكنج باودر، كوبايه من النشا، وكوبايه من الميه الساقعه، ومعلقتين من الزيت، ونص كيلو فراخ فيليه طبعا مخليه من العظم يا جماعه. جبت نص كيلو الفراخ الفيليه وحطيته في الكبه، وبعد كده فرمته كويس جدا جدا الاول قبل ما احط له اي حاجه خالص، واما اتاكدت انه ناعم رحت حاطه عليه كوبايه النشا ومعلقه البيكنج باودر وكل التوابل اللي انا قلت لك عليها، مفيش اي افتكاسات اهو يا جماعه، ومعلقتين الزيت، وضربت كويس جدا الاول عشان التوابل تمسك في الفراخ. وبعد كده اخر حاجه خالص حطيت كوبايه الميه كلها. انا اللي بقولك حطي كوبايه الميه كلها، ما تقوليش اجرب في اقل او في اكتر، لا، افرمي كله 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 مع بعض. وبعد كده لما تتفرم كويس جدا جدا هتبقى بالقوام اللي انت شايفاه ده. شايفين انا عايزاها كده، مش سايله ومش جامده، زي ما انتوا شايفين بالوضع ده كده. بعد كده انا قلت ايه بقى، انا هجرب في كيس حراري وفي كيس ساندوتشات. الكيس الحراري جبته وحطيت مليت على قد ما قدرت، وتفضل شويه زي ما قلت لك. المهم يا ستي ان انت تقعدي تدوسي عليها كده وتوزعيها كويس، وبعد كده لما تتاكدي كده انه اتملى، وتخلي بالك ما يبقاش شويه قليلين عشان تبقى الدايره وانت بتقطعيها تبقى كبيره. وبعد كده يا ستي قعدت اخرج بقى الهواء واظبط في الفراخ زي ما انتم شايفين. وطبعا كلكم شايفين ان التوابل خلت لونها كانه لانشون لحمه، فيا جماعه بدل ما تعملوا لانشون لحمه ولانشون فراخ اعملوا ده وبس، والله جميل جدا. قفلت كويس جدا الكيس وقفلته كده من الجنبين، ورحت حطاه في فويل، وعملت الفويل زي ما انتم شايفين كده كانه بونبون كده من الجنبين، وحطيته في فويل تاني كمان، وتعملوهم عكس بعض كده يمين وشمال علشان يعني يتضغط كده ويبقى تخين ومتماسك زي ما انتم شايفين كده. ده الكيس الحراري. قلت بقى انا هجيب كيس سندوتشات عادي عشان لو طلع معايا فرق معين اقول لكم ايه الفرق اللي حصل. انا حطيته بنفس الطريقه بالظبط ولفيته كويس، بس انا عايزه اقول على نصيحه، يعني في الاخر ممكن تربطي الكيس، يعني حاولي تربطي الكيس من الاخر علشان ما يتخللوش اي ميه. بعد كده حطيته برده في فويل واتنين، وجبت ميه على النار، بس خلي بالك لازم يكونوا ورقتين فويل. جبت ميه على النار وحطيت يعني نقدر نقول صينيه كده واسعه، مش لازم حله غويطه. وبعد كده حطيت في نصها ميه، ويا ريت الميه ما تغطيش الفويل، يعني يبقى عند نصه كده. لمده قد ايه؟ نص ساعه على كل وش. النار تكون متوسطه ما تكونش عاليه جدا. حطيه نص ساعه على الوش ده ونص ساعه على الوش التاني. طلع ما تفتحيش عليه، حطيه في التلاجة الاول. ركزي معايا في التفاصيل يا حبيبتي لو سمحتي. حطيته في التلاجة بعد ما طلعته من على النار هدي كده وبرد، رحت حطاه في التلاجة. تاني يوم بفتح عليه بقى، قلت خلاص احنا بقى نديله كراست كده من بره علشان لما نقطعه يبقى جميل ويبقى طعمه جميل ولونه جميل ونعرف نقطعه كويس. المهم يا ستي حطيت نص معلقه صغيره من الجنزبيل والزعتر والبابريكا والفلفل الاسود والبصل الباودر والثوم الباودر. قلبيهم كده ميكس على بعض كويس جدا جدا. وعلى فكره انا زودت هنا البابريكا شويه، جبت ملح كمان على فكره وحطيته. وبعد كده بقى ايه، اروح مقلبه كل اللانشون فيه من كل الجهات زي ما انتم شايفين كده. جبت طاسه على النار حطيت فيها معلقه ولا 2 كده من الزيت، ولما الزيت سخن نزلت بقى باللانشون علشان اديله لون من جميع الاتجاهات، عشان زي ما قلت لك يديله كراست وتقطعيه بسهوله ويديله برده طعم جميل. هنا زي ما قلت لكم الملح، بس انت بقى بيحطيه في الاول وانت بتميكسي التوابل مع بعض.
المهم يا ستي قعدت اشوحه كويس جدا جدا، وكنت والله مستبشره خير يا جماعه ومتفائله، وكنت حاسه انه هينجح المره دي عشان دي مش عارفه، مش فاكره المره الكامل اللي صورته فيها، انا مش قادره مش متذكره قوي يعني، انا مش عارفه المره الكامل اللي انا عملت فيها اللانشون. المهم يعني لما نجح قلت والله لازم اقول له. قطعته يا جماعه وطعمه حلو قوي بجد، لازم تجربوه. يعني انت لو عندك اي حفله، اي عيد ميلاد، الولاد رايحين المدرسه، انت في البيت عايزه مثلا تسيبي ساندوتشات في الثلاجه، تتعشوا تفطروا تتغدوا، راحه في اي مكان وتاخديه معاكي كساندوتشات، فعلا طعمه حلو. وبعدين بقى ايه، بيرمي كتير قوي، يعني مثلا نقدر نقول ان عمل 100 قطعه لانشون. كل ما السكينه كانت حاميه كل ما يديكي كتير، كل ما تقطعيه بطريقه، بس ما تقطعوش رفيع قوي يعني علشان تلاقي حاجه تاكليها، يعني فاهمه ازاي. هنا بقى سلمى حطيت له سويت شيلي، وحطيت له طماطم وكابوتشي او مايونيز، طبعا ده بالنسبه للي هيخرجوا في مشوار قريب او في البيت، لكن بره طبعا الساندوتشات هتحطيه مع الفينو وبس. عايزه اقول لك ان هو ممكن يكفي الولاد 15 يوم، تشيليه في علبه محكمه الغلق في الثلاجه وتاخدي منه تستعمليه، لانه مستوي مش هيجرى له اي حاجه خالص. بجد يا جماعه اكتر من رائع، لازم كلكم تجربوه، ترجعوا تقولوا لي عملتوا ايه. ولايك وشير لو عجبكم الفيديو، بحبكم قد الدنيا دي كلها، ما تحرموناش من كومنتاتكم الحلوه، ونشوفكم الفيديو الجاي حلوين. باي باي.